السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. ومرحبا بكم معايا في قناة شيوات نزاء يوسف في فيديو جديد على القناة. كيف ما عودتكم هذه المرة غادي نشارك معكم بريوش خفيف سائل بالليمون بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. ندوزو نشوفوا الطريقة. أولا المكونات كنحتاجوا واحد معلقة ديال الزبدة، حبة ديال البيضة، شوية ديال الملح، فاني، وكنحتاجوا جوج ساشيات ديال الخمارة ديال الحلوى من فئة ديال 16 غرام. كنحتاجوا الليمون، الزيت، وكذلك السكر سنيدة، وما نساوش واحد المعلقة ديال الخل مع الطحين اللي كيبقى على حسب الخليط. غادي ناخذوا واحد لي بول اللي غنديروا فيه، من الاحسن نديروا غير الطراب اليدوي عادي. غادي نديروا فيه كاس ديال السكر سنيدة، وغادي نضيفوا هنا عصرت 3 ديال الليمونات اللي عطاوني كاس ونص. بالنسبه لليمون كيبقى واخا ديروا غير وحده، يعني غير ليمونه وحده، وممكن انكم تضيفوا كاس ديال الماء مع ديك الليمونه، كيعطيكم في نفس الوقت كتعطيكم تنسيمه ديال الليمون. انا هنايا استعملت غير الليمون، درت 3 ديال الليمونات مع ديك مع داك الكاس ديال السكر، معلقه ديال الخل، وضرفت غير نص كاس ديال الزيت، حيت غنضيف حتى الزبده. صافي هنايا غادي نضيف القشور ديال الليمونات اللي حكيت دوك الثلاثه، حكيت ليهم خديت الحكاكه وحكيت غير ديك القشره الفوقانيه، يعني للتنسيم فقط، وكتعطي واحد المذاق اللي بنين بزاف. هاد القشره ديال الليمون ملي كنحكوها كتعطي واحد المذاق، وحتى الريحه اللي كتعطي في الكوزينه كتجيب يعني واحد الريحه اللي هائله بزاف. صافي كناخذ ديك المعلقه ديال الزبده، نكون مخرجاها من الثلاجه من قبل، حيت ما غاديش نطرب بالطراب الكهربائي اولا غندوبها. غادي نخلطها بالفوي يعني باش تطلق ليا بالزربه. غادي نحتاج كذلك معلقه ديال الخميره، كيف ما شفتوا هاد الشاسيه هادي راه فيها معلقه بالعبار ديال الخميره الفوريه. من الاحسن انكم ما تستعملوش ديك الخميره المعجونه اللي كنديروا بها الخبز. الا بقى لكم غير ليله وحده راه غادي يعطيكم واحد الريحه اللي ما ديال الخميره. اما هاد الخميره هذه هي اللي كتجي لهاد الانواع ديال البريوش اولا حتى الملوي كذلك. كتجي هي كتاخذ وقت طويل في التخمار، ولكن ما كتعطيش ديك المذاق ديال عفوا داك المذاق اللي كيكون ديال الخميره، يعني ما كيجيش في البنه ديالها. صافي بالنسبه للبيضه كنحتاجو غير الاصفر عفوا كنحتفظوا به، والابيض كنخلطوه مع داك المكونات، يعني الزيت، السكر، الليمون، اللي ممكن انكم تعوضوه بالحليب اولا ممكن تعوضوه بالماء. الا درتو الحليب اولا الماء راه كتضيفوا واحد الكاس ديال الياغوت بالنكهه ديال الفاني، كتضيفوه باش كيعطيكم واحد التنسيمه، يعني كتعطيكم واحد التنسيمه اخرى. انا هنايا ما ضفتش حيت الحليب، ضفت الليمون اولا ممكن تعصروا كذلك الحامض، يعطيكم واحد الكاس ديال الحامض، وكتخلطوه هكذا كتحصلوا على بريوش ديال الحامض. صافي غادي ناخذ داك الفوي ديالي وغادي نطرب هذوك المكونات كاملين مزيان حتى ينسجم ليا، يذوب ليا السكر، وكذلك هذيك الزبده ما تبقاش يعني تفرتت، ما تبقاش تبان. كيف ما شفتوا راه تخدمت مزيان ومازال غنزيد نخدمها. ملي غادي نضيف عليها الدقيق، غادي نضيفوا دوك جوج خمارات من فئه ديال 16 غرام، كل وحده الوزن ديالها 8. وغادي هنايا غادي نبدا نضيف الدقيق اللي انا غربلته من قبل ودرته في هاد الطاسه هذه، ومن بعد غادي نبدا نضيف تدريجيا يعني بشويه بشويه حتى نحصل على واحد الخليط. انا هنايا ما غنقدرش نقول لكم الكميه ديال الدقيق، ولكن غنقول لكم القوام اللي غادي يكون، آه القوام اللي غادي يكون ديال الخليط ديالكم. ما غاديش يكون بحال الكيكه يعني ثقيل شويه، وما غاديش يكون خفيف، غيكون هذا هو القوام ديالو كيف ما شفتوا. يعني انا عندي هاد الدقيق هذا كان تيشرب، ما كيشربش يعني خفيف بزاف من كميه واخا تديري بحال اللي ما كديري حتى شي حاجه. هذا هو
اللي كنقولوا على حسب الخليط عفوا بالنسبة للدقيق، لأن ما كتعرفيش الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. هاد الطحين هذا خفيف بزاف، يعني ما كيشربش دغيا. صافي كنبقى غير بشويه بشويه نضيف الخليط ديالي. كيف ما شفتوا خصو الخليط يكون شويه ثقيل، ماشي ثقيل ثقيل وماشي خفيف، يعني ماشي خفيف بزاف، المهم تيكون متوازن كتحكموا فيه. وكيجيكم شويه صعيب انكم باش تخلطوه. وما كيف ما قلت لكم هنا راه ما كيكونش الكيك بحال الكيكه العاديه، ما كيكونش القوام ديالو. هذا هو السر باش ان حنا كنحضروا بريوش سائل بهذا القوام هذا، ماشي بحال الكيك، وكذلك ماشي بحال البريوش اللي كنحضروا عاده. يعني كنجمعوا العجين ديالنا، هي عاوتاني كتكون كتلصق باش كنضيفوا عليها الزبده باش ما كتبقاش تلصق لينا. مرة أخرى إن شاء الله نحضر معكم بريوش كيف ما حضرتهم بزاف ديال المرات، ولكن هذا البريوش صراحة كيجي لذيذ بزاف وكيجي خطير في المذاق. هنايا خديت المول اللي غادي نطيب فيه. أنا بالنسبة ليا هذا المول درتو كبير على الكمية اللي درت أنايا، يعني كان ممكن أنني هاد الكمية باش يجيني البريوش ديالي منتفخ بزاف كان خاصني نضاعف المقادير ديال البريوش. يعني كان خاصني ندير على الاقل واحد 6 ديال الليمونات، اي تقريبا شي نص كيلو، وغادي نضاعف المقادير كامله باش غتعطيني الحجم ديال العلو ديال هاد المول هذا. كان عليا ندير غير المول الصغير. صافي انا هنايا غادي ناخد هاد المول هذا اللي غندهنو بالزبده، وغادي نرشو بالجنجلان البيض. ممكن انكم ديروا الزنجلان العادي يعني الاحمر، اولا الزنجلان الكحل، اولا تخلطوهم كاملين، يعني باش كيعطي واحد المذاق صراحه زوين، وفي نفس الوقت كيعطي واحد الديكور اللي خطير، يعني حتى في الشكل ديالو لتحت، بان حنا غنستغناو على الدقيق. صافي غادي ناخذ هذاك الخليط من بعد ما دهنت المول بالزبده والجنجلان. غادي ناخذ هذاك الخليط اللي غادي نضيفو هكا على في المول، وغادي نسرح له الجوانب ديالو باش يجيني مقاد. في هذه اللحظه غادي نخبطو على سطح العمل حتى يتقاد ليا وياخذ الشكل ديال المول، وغادي نغطي عليه وغادي نخليه جانبا يختمر على الاقل واحد 3 ديال السوايع. بالنسبه لهاد الخميره هذه اللي قلت لكم كتاخذ الفوريه، كتاخذ مده طويله انها باش تختمر، عكس الخميره ديال الخبز الا درناها كتاخذ واحد 6 تقريبا 3 ديال السوايع عاد باش كتحصلي على واحد النتيجه اللي كتكون زوينه ويعني ومرضيه بحال هكا باش كيتنتفخ لي. غادي نغطي عليه بواحد البلاستيكه، وغنغطي عليه بواحد المنديل، وغنخليه على الاقل واحد 3 ديال السوايع. المهم هو راه غادي يبدا يبان لكم. انا هنايا من بعد ما تختمر يعني خمر مزيان، وخليت واحد تقريبا ديال 3 ديال السوايع حتى تضاعف الحجم ديالو خمر مزيان. كما قلت لكم هنا، كما قلت لكم في الاول انكم تقدروا تقدري انك تضاعفي المقادير اولا ديري، كيبقى على حسب المقادير اللي درتي. هاد المقادير اللي عطيتك غادي ديري غير المول صغير من الاحسن. اما الا كنتي غتضاعفي المقادير، كنتي غديري بحال هاد المول هذا، راه غادي تضاعفي المقادير عكس المقادير اللي درت انا. هنايا خديت هذيك الاصفر بيضه اللي خليت من قبل، ضرفت عليها واحد شويه، يعني غير خففتها بشويه ديال الحليب وخلطتها مزيان، وبقيت كندهن غير بحال اللي كنحط على الوجه ديالو بهاد الشيته هذه، حتى قاديت الوجه ديالو كامل دهنته بالاصفر ديال البيضه، وبلا ما نبرك على الخليط ديالي باش ما يخرجش منه الهواء، اولا يعني ما المهم باش ما يخرجش منه الهواء. وصافي بقيت كنحط عليه غير بشويه. في هذه اللحظه هذه اللي كندهن انا فيها كندهن فيها البريوش، شعلت الفران سخنته عادي، يعني ما كانش مهم في هذه اللحظه هذه، يعني كيكون غير دافي الفران. وصافي دخلت من بعد رشيت عليه شويه ديال الزنجلان البيض ودخلته للفران حتى كيتحمر ليا مزيان. كنقص عليه بحال اللي غنطيب الكيك، وكنخليه ينتفخ، يعني يتحمر مزيان، يطيب حتى كيتنفخ، ومن بعد كنهبطو لتحت كنحمرو. كما قلت لكم كيبقى الكميه اللي عطيتكم ديال المول اللي كيكون صغير عند الكميه هذه باش ما تطيحوش في المشكل اللي طحت فيه انا. انني درت الكميه قليله، وكذلك
درت في المول كبير، ومن الأحسن أنكم تفاداو هذا المشكل. من بعد ما ندخلوه الفران كناخدو واحد السكين، واللي نديرو هذا الخط هذا اللي كيكون من الوسط، هي اللي كتعطينا ديك التفرقيعة اللي كتكون في الوجه ديال البريوش أولا حتى جميع الكيك كنديرو. وممكن أنكم تاخدوا واحد طريف ديال الزبدة، وكتحطوا كل طريف كتحطوا عليه قنيت بحال هكا باش كيجيكم مفرقع. كيف ما شفتوا الشكل ديالو هنا ديال الزنجلان البيض اللي كيجي عاطي اللون مذهب، غير مع الكاميرا ما عطاتوش حقه. صراحة راه جا زوين بزاف، وجا في المذاق اللي خطير، وجا من الداخل يعني بحال اللي مسقي، بحال اللي سقيتيه بشي كاس ديال الليمون اللي كنعسلوه اولا كنديروه فوق البوطه. هو كيجي ناشف وكيجي خفيف بزاف، ما تقدريش تشبعي منه، وكيجي ساهل واقتصادي احسن من الكيك يعني اللي كنحتاجو فيها 6 ديال البيضات. هنا راه كتحتاجي غير بيضه، الاغلبيه كنحتاجو غير الاصفر ديال البيضه، لان الابيض يعني ما كيبقاش عنده الدور ديالو غير باش ما يضيعش وصافي. هذا الشيء ما كان. هنا كانت خفيف بكثرة ما خفيف ما بغاش يعني تشد ليا في التبصيل. كيف ما شفتوا على هذا الشكل ديالو، وهذا هو البريوش ديالنا كيف ما حضرناه. كيجي بنين بزاف، وراني حضرته مع صراحة كيجي لذيذ بزاف، وكيجي بحال الكيك واقتصادي. وعلاش ما نحضروش هكايا في هاد العطلة هادي ان حنا نتبرعوا به. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب، وهذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يعجبكم. وما تبخلوش عليا بواحد اللايك والتعليق والبارطاج.